السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني. والله يا جماعة الفيديو ده هقول لكم متصور بقاله مدة، وشوفي انا بقالي كتير ما نزلتلكوش فيديوهات. انا دخلت في شهرين وزيادة اهو والفيديو ده بقاله اكتر من شهر متصور، ويا دوبك واقف على منتجه بس، فقلت منتجه لكم النهارده وانزله كده يمكن يتفك نحسي ان شاء الله، وارجع اصور معاكم تاني. المهم النهارده بقى انا داخله تحدي ما بيني وما بين محلات السمك. تخيلوا بقى، انتوا عارفين انا بقعد اجرب مطاعم كتير وبجرب محلات، فقلت لا لازم ادخل التحدي ده بقى انا النهارده واعمل بقى شغل فاخر من الاخر. هعمل النهارده اكل السمك حلو قوي، وهعمل معاها كمان خلطه للسنجاري تعمليها في البيت، والله العظيم هتبصي هتكسبي اجدع محل سمك. هتقولي ما اكلتيش ولا زفاره ولا ريحه، طعم شغل فاخر من الاخر. المهم هقول لكم النهارده اسرار المطاعم كلها في التتبيلات بتاعه السمك السنجاري بالذات. طبعا اكتريتنا كتير بيعرف يعمل سمك مقلي، بس السنجاري بصراحه بيبقى ليه تكات وحركات كده، لو اتعملت صح تاكلي احلى سمك. المهم احنا النهارده جايبين سمك مكاريل وجايبين سمك بولتي وبوريكم هنا فاتحه هنا بولتي، وفي سمك بولتي برضو فاتحاه هنا سنجاري. عندنا سمكتين مكاريل حلوين اهم فاتحاهم سنجاري، وعندك البولتي برضو بعد ما منضفاه انا عامله له فتحات كده مربعات، فتحات بالطول زي ما انت عايزه عشان التتبيله تتغلغل فيه يعني. ودي التتبيله هقول لكم على مقاديرها دلوقتي كلها واحده واحده. ودي سمكيه بولتي، دي حبيبه بنتي عشان بتحب البولتي سنجاري برضو، فاتحاها لها انا برضو سنجاري كده. وهقول لكم بقى على اسرار السمك المشوي، سر يعني. بصوا يا جماعه والله يعني التتبيله دي جربوها على مسؤوليتي. هتبصوا هتفتحوا محل سمك انتوا بقى. وطي الصوت يا مازن لو سمحت. المهم تعالوا بقى للتتبيله. اللهم صل على النبي. عندنا معلقه ونص هريسه شطه، وعندك راس توم يا اما معلقه ونص توم مفروم، وعندك برضو فلفلايه حمراء الوان، وعندنا هنا قرنين فلفل سبايسي. المكونات دي كلها هنحطها في الكبه، وامشي معايا واحده واحده كده. انا مرضيش اسرع لك الفيديو في الاول عشان تعرفي احنا بنحط ايه. ومعانا هنا ملح وكمون وبهارات سمك وبابريكا، وحتى سنه جنزبيل وسنه قرفه. يبقى ملح كمون بابريكا بهارات سمك وكزبره وسنه قرفه وسنه جنزبيل. ومعانا هنا عصير 3 ليمونات، اوكي، ومعلقه خل بسيطه، ما بكترش الخل في الاسماك، معلقه خل واحده. وهنا معايا معلقتين زيت. تمام، يبقى الخلطه سهله معاكوا اهي وجميله جدا. امشي معايا واحده واحده وهتعرفي التكات والاسرار بتاعه المحلات. وطي الصوت يا ابني. تمام يا حبايبي. بصوا بقى، طبعا انا قلت لكم هنا اهو، انا طبعا المقطع في الاول انتوا عرفتوا انا تبلته وعملت وظبطت. هنا بقول لكم بقى احنا خلاص تبلنا السمك بتاعنا. وهنا اهو السنجاري انا عملت له بيت من ورق الفويل كده زي ما انتم شايفين، اكنه طبق ليه يعني يتحط في ورق الفويل. حطيت له التتبيله وسبته في التتبيله دي شويه، سبتهم قيمه ساعه كده ولا ساعتين، ودخلته الفرن. تمام، لسه احنا هنطلعه وهنحط له حاجات تانية. وهنا معايا بقى طاستين. الطاسه الاولى معايا الحله الاولى حطيت فيها بصل، ده هنعمل الرز بتاع السمك عادي جدا زي اي ست مصريه بتعمل الرز بتاع السمك. انا في اضافه بضيفها له مش عارفه هتبان هنا في الفيديو ده، يعني انا بينتها في فيديوهات كتير مش عارفه هتبان معاكم ولا لا. وفي الطاسه التانية مقطعين بصل جوريان وفلفل برضو سبايسي مقطعين، وحطينا معلقه زيت، وحطيت عليه معلقه كركم ومعلقه بابريكا وملح بس، حطوش اي حاجه تانية. ده فين اهو، كركم وبابريكا وشويه بهارات سمك دول حطاهم. البهارات بتاعتنا اللي بتبقى الكامله بقى هي بهارات السمك والفلفل الاسود، حطيتهم دول في طاسه مع حبه زيت على جنب. وهنا البصله بتحمر بتاعتي للرز. البصله بتاعت الرز دي هنحط لها الماجي، وهحط لها انا بحب احط مع الرز وانا بقلبه معلقتين صويا صوص او دبس رمان، بيبقى حلو جدا في رز السمك، جربوها تعجبكم. هنيجي هنا بقى احنا خلاص تبلنا السمك بتاعنا، حطينا دقيق وحطيت معلقه نشا وهبهره بقى، بهريه بالبهارات اللي تعجبك. انا بحب احط له معلقه بتاع ده بابريكا شطه حبه كمون كده يعني، وشويه ملح. وادي السمك بتاعي اهو. بقول لك كل الخطوات دي سهله معاكي تعرفي تعمليها، زي يعني في ما شاء الله سيدات شاطرين جدا يعملوها يعني معاهم. همسك السمك كله بتبله بالدقيق والحاجه بتاعته واركنه على جنب كده، يبقى ده جاهز للآلية بتاعتي. والسمك بتاع السنجاري محطوط في الفرن، خليكم فاكرين محطوط دلوقتي بقاله 10 دقايق. انا قربته خالص من الارض، حطيت الشبكه على الصاجه من تحت، وبعد كده حطيته هو فوق الشبكه اهو. طلع بقى، شفتوا بقى التتبيله اللي انا عملتها اللي هي البصل الجوليان والفلفل وحبه بهارات السمك والكمون اهي. بعد ما خد 10 دقايق دخل في السوا كده، بطلع السمك بتاعي واحط له التتبيله دي،
هنا بقى في التتبيله دي ممكن تبشري جزر، ممكن تبشري طماطم، ممكن تبشري حاجات كتير، بس التتبيله دي هي اقل حاجه ممكنه، بتخلي لك طعم السمك ده. قسما بالله انا يعني بشتري محلات كتيره دقوق والله وحياه ربنا، مش عشان انا امهم، كله حتى جوزي قال لي والله ما اكلت سمك بالحلاوه دي زي قبل كده. ومفيش بقى ريحه الزفره ابدا، حتى بعد ما تغسلي ايديكي او انت بعد ما خلصتي اكل ابدا. بصوا هنا دي شطه، حبيبي هما بيحبوا الاكل سبايسي، يعني شوف انا حاطه قرون فلفل ورشت لهم برده شطه. تمام، حطينا بقى شطه اهو، وحطينا الحاجات دي بتاعتنا. اديها له يا راوده. ورحت ايه وهنحط شرايح ليمون، وهدخله بقى الفرن تاني 10 دقايق تاني كمان، لحد بقى ما تلاقيه استوى، لحد ما انا بقلب السمكه من تحت كده وبشوفها ما شاء الله استوت من فوق ومن تحت، لان انا بحب الحاجه مستويه جدا. هندخله الفرن تاني 10 دقايق. تمام، وهيبقى زي الفل. وهنمسك السمك بتاعنا خلاص اهو بنقليه. هنا بقى في القلي انا علشان ركنته، لما انا تبلته وركنته شويه اتشمع اكنه محطوط ايه، يعني اكن التتبيله دي بقت اكنها عامله زي العجينه اللي هو الدقيق. لكن لو انا بتبل في ساعه، بص الرز بقى بقول لكم لونه عامل ازاي، ده بعد ما حطيت له معلقتين الصويا صوص، وادي السمك بتاعي بالليمون بالخلطه رجعته تاني الفرن. هنا بقى بقول لكم لو انا بقى بتبل في الدقيق طازه سمكيه بسمكيه، ببقى محضره جنبي شويه ميه ساقعين وحاطه فيهم جزء من التتبيله، احطها في الميه واجي مرجعاها في الزيت على طول. لكن ده ما انا تبلته وركنته على جنب ما بعملش الحركه بتاعه الميه دي. كده بقى بيبقى طالع برده كريسبي وزي الفل. وكده خلصنا النهارده الوصفات بتاعتنا. تعالوا شوفوا بقى في التقديم بقى بتاعه ما شاء الله عامل ازاي. ادي السمك بتاعنا وادي الرز بتاعنا، بصوا قسما بالله شغل محلات، شغل فاخر من الاخر. الوصفات دي كلها زي ما انتم شايفينها منزلها لكم. بصوا بقى السنجاري طالع عامل ازاي، تحفه تحفه، شايفين المنظر. وبصوا السمك بقى انك مشرخاه شارب التتبيله، وعملنا شويه سلطه خضراء جنبيهم، والله ابدعنا ابدعنا. والف هنا وشفا ليا وليكم. ما تنسوناش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش يتفضل يشترك ويكبر علينا. واسيبكم في رعايه الله، وادعوا لي ان شاء الله اواظب معاكم وارجع تاني على اليوتيوب، لاني بقالي مده كده مش عارفه نفسي قافله ليه، فادعوا لي انت بقى من عندكم. مع الف الف سلامه.